نتقدم بجزيل الشكر إلى جمعية أصدقاء الشعب السوري في سويسرا، وذلك لتقديمها مشروع السلة الغذائية في حمص الريف الشمالي. جزاهم الله عنا وعلى الفقراء خير الجزاء، وجعل عملهم هذا في ميزان حسناتهم. هذا الخير. اجي حطيتي بس على يعطيك العافية حجي. الله يعافيك. شلونك؟ الله يخليكم. الله يوفقك. الله يتقبل عطاكم. الله يسلمك. الله يوفقكم. شكرا جزيلا لجمعية أصدقاء الشعب السوري في سويسرا. We are a Salam institution. We thank very much the friend of Syrian people in Swiss. ولكل الشعب السويسري الذين ساهموا في وصول هذه المساعدات لأهلنا في حلب. And all of the people, Swiss people who help the people in Aleppo. حيث هذه المساعدات تحوي على مواد غذائية وطبية وأدوية. These items are contain the medical consumable and clothes and food. أيضا تحوي على لباس and clothes. أشكر فريق نور الطبي في الغوطة الشرقية أصدقاء الشعب السوري بسويسرا لتقديمه مبلغ $11,000، وذلك دعما للمرضى والجرحى في الغوطة الشرقية المحاصرة. جزاكم الله كل خير وأحسن إليكم. دوما 10/5/2016. مشفى الرحمة في تركوش. باسمي برسم مشفى الرحمة لتقدم بجزيل الشكر لجمعية أصدقاء الشعب السوري في سويسرا وجمعية أنصار المظلومين والدكتور أحمد مجهور على تقديمه أدوية ومستحلقات دوائية بالإضافة إلى بعض الملابس للشعب السوري، فجزاهم الله كل خير. معهد علم وعمل نشكر جمعية أصدقاء الشعب السوري في سويسرا على تقديمها الدعم لمعهد علم وعمل قسم الإناث، والذي قدم الدعم في الشهر العاشر والثاني عشر من عام 2015، أيضا الشهر الأول والثاني والثالث من عام 2016. الشعب السوري في سويسرا على تقديم المادة الحمد لأهلنا المحظورين في معظمية الشام، جزاهم الله